ده من افضل المسلسلات حرفيا. مش عارفه كوريا من غير بوجوم كانت هتعمل ايه، بجد تحفه. انصحكم تتفرجوا عليه. هلو يا جماعه، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مش هيكون طويل خالص، هيكون يعني اتمنى ان هو ما يكونش طويل الصراحه. النهارده انا جبت لكم افضل المسلسلات الكوريه اللي بتتعرض حاليا. حرفيا دي من افضلهم واللي عامله ضجه في كوريا الفتره دي. بس طبعا قبل ما نبدا كالعاده ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، وكمان تشيروا الفيديو ده مع كل اصحابكم اللي بيحبوا الكي دراما. عايزه اقول لكم حاجه، بس انتوا بجد مزعليني جدا الفتره دي عشان انتوا مش متفاعلين قوي على الفيديوز اللي بنزلها مؤخرا. ودي صراحه شيء مزعلني شويه. فاتمنى ان انتوا تكتبوا كومنتات، تعملوا لايكات، وتشيروا الفيديو كده في كل مكان عشان نكبر اكتر واكتر واكتر. اول مسلسل معانا اللي انا بموت فيه وحرفيا هو المفضل عندي الفترة دي اسمه هيد اوفر هيلز. المسلسل ده نوعه خيالي وكوميدي ودرامي ورومانسي وكمان خارق للطبيعة. بيحكي عن قصة بنت طالبة بالنهار، ولكن بالليل بتبقى عرافة، بتشوف الأشباح، بتقدر تتعامل معاهم، كمان بتتعايش وسطهم عادي جدا. يعني بتبقى عايشة وسط الناس وفي نفس الوقت بتشوف حواليها الأشباح، شيء عادي. في يوم من الأيام هتقابل البطل عن طريق إن هو هيجيلها عشان هو مبتلي بالحظ السيء. حرفيا حظه وحش جدا، بيتعرض لكل المشاكل اللي في الدنيا، والناس بتبعد عنه عشان هو حظه وحش. فهي من أول نظرة هتحبه وهتقع في غرامه، وهتقرر انها تنقذه وهتحميه. فهنشوف بقى صراع ما بين انها تحارب كل الاشباح اللي حواليه، وهتحارب سوء حظه ده والمشاكل اللي بيقع فيها. وفي الظروف دي كلها هنشوف بقى رومانسية بطبع كوميدي وخيالي جميل قوي. الصراحة المسلسل ده من المفضلين عندي حاليا، هو ماي تايب قوي، كوميدي ومدرسي وكمان رومانسي. والبطلين اصلا مثلوا مع بعض قبل كده في دراما سكول 2022، وكان البطل طرف تالت. ساعتها انا كنت معجبه بيه جدا، بس للاسف كان طرف تالت. من بطوله شو يي هيون وتشو يونج وو وتشا كانج يونج. المسلسل نزل منه 8 حلقات، وده حرفيا من افضل المسلسلات اللي بتتعرض حاليا. وكمان هو ماي تايب قوي لانه مدرسي ورومانسي ودرامي وخيال، فهو شامل حرفيا. المسلسل اللي بعد كده اسمه اس لاين. المسلسل ده خيال وغموض وإثارة، ونزل منه حلقتين لحد دلوقتي. والمسلسل ده برضو عامل ضجة حاليا كبيرة قوي، من بطولة لي سو هيوك ولي داهي ولي يون سيم. قصة المسلسل بتحكي عن بنت عندها قدرة خاصة، بتقدر تشوف خطوط حمراء طالعة من دماغ الناس أو من راس الناس، والخطوط دي غامضة جدا وبتبان بس ما بين أي اتنين مرتبطين أو بيحبوا بعض. والخطوط دي ناس قليلة قوي 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 اللي بتشوفها، وهي عبارة عن علاقات، أو بيوريك إن الشخص ده كان عنده كام علاقة أو كام شخص مرتبط بيه. ففي يوم من الأيام هتظهر نظارات خاصة هتخلي أي حد لو لبسها هيشوف الخطوط الحمراء دي عند كل الناس عادي جدا. فالمفروض بقى ان الخطوط دي هيستخدموها في كشف اسرار الناس، وكمان هيستخدموها في حل قواضي كتير، لان البطل عندنا هو المفروض يحلل القضايا او هو بيشتغل في القضايا. فهيبدأ بقى ان هو لو في قضية عنده مثلا متعقدة، الخطوط دي هتبين له كل علاقات الاشخاص اللي هم يعني متسببين في القضية دي. صراحة مسلسل غريب وقصته غريبة، بس هو حاليا عامل ضجة وفي ناس كتير قوي متابعاه. انا الصراحة لسه ما تابعتوش، بس انا هتفرج عليه برضو لان البطلة انا بحبها قوي الصراحة. المسلسل اللي بعد كده اسمه جود بوي، طبعا غني عن التعريف، من بطولة الجميلة العسولة اللي أنا بموت فيها من أيام مسلسل هو ار يو، من أيام مسلسل اي ميس يو، لأنها مولودة في نفس سنة ميلادي واحنا الاتنين قد بعض حرفيا، وأنا بحب الممثلة دي قوي اللي هي كيم سو هيون. ومن بطولة بارك بوجوم. نوع المسلسل ده أكشن وكوميدي وبوليسي ورومانسي، ونزل منه 14 حلقة، ولحد دلوقتي محدش عارف هل هيبقوا 16 حلقة ولا هيبقى أكتر من كده ولا هيبقى أقل من كده. محدش عارف، لسه ما تحددش هو كام حلقة بالظبط، بس اللي نزل منه لحد دلوقتي هم 14 حلقة. القصة بتتكلم عن أبطال كانوا في الأولمبيات قبل كده وعندهم جوائز كتير قوي، فبيواجهوا صعوبات بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية. فمن بعدها هيبدأوا إن هم يتجندوا في الشرطة، وحدة خاصة جدا من خلالها يقدروا يستفادوا من قوتهم البدنية. بوجوم أصلا في المسلسل ده كان بطل في الملاكمة، وكان عنده ميداليات كتير قوي قوي. وحياته في فترة ما هنعرفها
من خلال المسلسل اتدمرت، قرر ان هو يشتغل مع الشرطة تبع برضه مسيرته الرياضية. اما البطلة فكانت بطلة في الرماية وكان عندها برضه جوائز كتير جدا، وانتهت مسيرتها برضه بعد ما تعرضت لحادثة هنعرفها برضو في المسلسل ده. انا اصلا من بدري مستنياه، ونزلت على القناة بتاعتي فيديو عنه السنة اللي فاتت، وقلت ان هو هينزل في 2025، وان انا متحمسة جدا جدا للمسلسل ده. وحقيقي حقيقي هو طلع كمان اكتر ما انا كنت متحمسة ليه. بوجم تمثيله خطير طبعا، يعني عيوطة وبيمثل حلو، في الرومانسي تلاقيه، في العياط تلاقيه، في الأكشن تلاقيه. يعني هو متنوع الصراحة، ومحدش بيكرهه تقريبا، كل الناس بتحبه وكل الناس بتحب تمثيله، لأنه حرفيا موهوب. فالمسلسل ده برضو من أفضل مسلسلاته، فأنصحكم تتفرجوا عليه برضو لو لسه مش متابعينه، مع إني أشك إن في ناس لسه مش متابعاه لحد دلوقتي. بونس الفيديو ده فيلم حرفيا نزل الفترة اللي فاتت، اسمه كيبوب ديمون هانترز. طبعا ناس كتير قوي شافته، وانا من ضمن الناس دي، انا لسه شايفاه امبارح. طبعا انتوا عارفين، وزي ما قلت لكم ان انا اي مسلسل او اي حاجه بتاخد شهره كبيره انا ما بتفرجش عليها في ساعتها، بستنى لما الدنيا تهدى بعد كده بتفرج عليها بعدين. فتقريبا انا اخر واحده اتفرج على الفيلم ده. الفيلم ده تحفه يا جماعه بمعنى الكلمه. في ناس شايفاه انه فيلم عادي، هو انا شايفاه ان هو عادي، فيلم انيميشن عادي برضو، بس القصه فيه مميزه جدا وحلوه الصراحه، عجبتني واتاثرت جدا، وفي بعض المشاهد انا عيطت. القصه بتحكي عن 3 بنات في فرقه، تمام، وبيحاربوا الشياطين من خلال صوتهم. يعني بيقدروا ان هم يحموا العالم من خلال اصواتهم واتحادهم مع بعض. فهيقابلوا بقى صراعات كتير مختلفة. حرفيا انا طول الفيلم كنت مستمتعة قوي، لان الفيلم فعلا يستاهل ان انتوا تتفرجوا عليه. لاي حد ما اتفرجش على الفيلم ده، انتوا لازم 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 تتفرجوا عليه. اغانيه حلوة، يعني الكاركترز اللي فيه حلوين، اصواتهم تحفة. يعني انا بسمع الالبوم كله بتاع المسلسل، خطير حرفيا. بجد بجد انتوا لازم تتفرجوا عليه وتتابعوه، لانه خطير. هو اصلا ساعة وربع، ساعة ونص، او ساعة او ساعتين الا ربع، فهو حرفيا ممكن تخلصوه في ثانية، في قعدة حرفيا. فانصحكم تتفرجوا عليه. وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وقبل ما نختم او نقفل الفيديو، عايزة اعرف رأيكم برضو، ايه هو المسلسل اللي انتوا بتتابعوه حاليا؟ وايه افضل مسلسل المفروض ان هو عامل ضجة ونازل حاليا والناس كلها متابعاه وعايزة تعرف احداثه ايه؟ وهل انتوا اتفرجتوا على الفيلم ولا لا؟ وقولوا لي برضو رأيكم، ومين هي المفضلة ليكم من الفيلم. انا الصراحة جينو ورومي هم المفضلين ليا. فاكتبوا لي انتوا كمان رأيكم في الكومنتات تحت، وما تنسوش ان انتوا تكتبوا لي كومنتس كتير عشان الفيديو ده يظهر لناس كتير قوي. واشوفكم مرة تانية في فيديو جديد. باي باي.